غاب الدولي المغربي إلياس أغماش عن مباراة فريقه رايو فايوكانو أمام برشلونة أمس الأحد في مباراة انتهت لصالح هذا الأخير بهدف نظيف عن الجولة 29 من الدوري الإسباني. وكشفت تقارير إعلامية أن غياب أغماش يعود بالأساس إلى مشاكل بدنية بعد أن اشتكى من آلام على مستوى الكاحل الأيسر خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت سفر الفريق إلى برشلونة، وهو ما أثار مخاوف الطاقم الطبي. وأضافت المصادر نفسها أن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، ما دفع الطاقمين التقني والطبي إلى اتخاذ قرار إبعاد أسد الأطلس عن المباراة تفاديا لتفاقم الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال هذه المرحلة من الموسم. ويعد غياب أغماش ضربة موجعة لرايو فايوكانو بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه في الخط الأمامي، سواء من حيث صناعة الفرص أو خلق الفارق في الثلث الأخير، فضلا عن خصوصية المباراة التي كانت ستجمعه بفريقه السابق برشلونة. ويأمل الطاقم التقني للفريق المدريدي أن تكون حالة اللاعب مستقرة وأن يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن دون المجازفة به في مباراة قوية أمام أحد أبرزية أندية الليغا.